بتمنى ان انت تكون قريت لاحمد رفعت الفاتحه، وبنترحم عليه كلنا، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. عايز اكلمك في اول الموضوع واول الحكايه بان الموضوع كله بدأ بعرض من الامارات، عرض احتراف من نادي الوحده جه لاحمد رفعت. وبناء على ذلك عشان اللعيب المصري يقدر ان هو يسافر في اي عقد احتراف في اي بلد في الدنيا كلها، لازم بياخد حاجه اسمها مخالصه تجنيد. ايه هي مخالصه التجنيد دي؟ مخالصه التجنيد هي بتبقى شهاده كده بتدل ان اللاعب ده ما عندوش اي مشكله مع الجيش ويقدر يسافر في اي حته هو عايزها. طيب ومين بقى المسؤول عن الاجراءات دي اللي المفروض تخلص مع التجنيد؟ وهو النادي. والنادي بلغ احمد رفعت ان الموضوع ده كده كده هيخلص، متقلقش منه، كل اللي عليك بس اللي انت تسافر الماتش بتاع ليبيريا اللي مع فيوتشر. احمد رفعت حب يتاكد تاني، يا جماعه الموضوع خلصان لان انا مش عايز اعمل اي حاجه غير قانونيه. الاداره وعدته وقالت له ان الموضوع كده كده خلصان. وعشان يثبتوا له ان الموضوع خلصان طلع له جوابين من وزاره الشباب والرياضه. الجواب الاول بيتيح ليه الفرصه ان هو يسافر مع بعثه فيوتشر في ماتش في افريقيا، واعتقد في دوله ليبيريا يعني. طيب والجواب التاني اللي جه من وزاره الشباب والرياضه ده كان بيتيح الفرصه لاحمد رفعت ان مفيش مشكله اللي انت تروح تحترف في الامارات بمده العقد اللي انت رايح بيه. وشيء طبيعي ان جواب وزاره الشباب والرياضه يطلع بنفس المده اللي احمد رفعت رايح بيها بعقد احترافه. وبناء على جميع الوعود اللي خدها احمد رفعت من اداره فيوتشر والجوابين اللي جم من وزاره الشباب والرياضه، فاحمد رفعت قرر ان هو مفيش اي مشكله ان هو يسافر مع بعثه فيوتشر. لا والغريب في اداره فيوتشر ان هي قررت ان هي تقول لاحمد رفعت ان انت ممكن تطلع على بره من الترانزيت ده للامارات على طول، مش لازم ترجع مصر. لغايه دلوقتي كل القصه اللي انا بحكيها لك دي ما فيهاش ادنى مشكله، واللاعب فعلا مضى مع الوحده الاماراتي وتالق اول شهر وتاني شهر. ولكن في نهاية الشهر الثالث بنتفاجئ ان احمد رفعت مطلوب في مصر، وده اللي احنا عرفناه بعد ما الراجل توفى يعني الله يرحمه. لاعب طلع ان هو لازم يرجع مصر لان هو عنده مشكلة مع الجيش. احمد رفعت في وقتها قلق جدا وراح لمسؤولي اداره فيوتشر وكلمهم وقال لهم يا جماعه مش انتم المفروض قلتوا لي ان الموضوع خلصان مع الجيش؟ وبنتفاجئ ان الموضوع ده اصلا ما اتفتحش طول فتره احمد رفعت في الامارات. وبنتفاجئ بان نادي الوحده بيقرر فسخ عقد احمد رفعت، واحمد رفعت بيرجع في يناير وبيلعب مع نادي فيوتشر، او المفروض يعني ان هو يرجع يلعب مع نادي فيوتشر. وبيتكلم في وقتها نادر شوقي وبيقول ان انا تواصلت كتير مع المسؤولين وكل كلامهم او ردهم عليا كان اصبر شويه، اصبر بمشكله تتحل لوحدها من غير ما نتدخل، لغايه اما بيطلع قرار رسمي بحبس احمد رفعت لمده 6 شهور. وهنا بقى تيجي بدايه النهايه. احمد رفعت انصدم جدا، احمد رفعت حس ان هو اتخذل، حس ان هو كميه الوعود اللي خدها ما اتنفذتش، حس كده بمعنى اصح ان اللاعب اتباع. الناس دي باعوني وكسروني لمجرد قرشين زياده هتخش حساباتهم. ومن هنا بقى انا حكيت لك كده القصه كلها، عايز اتكلم في الكلام اللي حصل في برنامج بتاع كابتن ابراهيم فايق والحلقه اللي استضاف فيها استاذ نادر شوقي. اول كلام للنائب احمد دياب وهو بيقول ان انا كنت دايما على تواصل مع نادر شوقي عشان بطمن على الحاله الصحيه لاحمد رفعت. ونادر شوقي في اول كلمه طلعت من بقه لاحمد دياب: ازاي حضرتك يا سياده النائب، وحشني بقالي من شهر ل3 شهور ما سمعتش صوتك. اتنين، والكلام ده كان على بقه وانا سمعته بوداني، اما قال ان مفيش مشكله ان احمد رفعت او مش لازم احمد رفعت يرجع لمصر تاني وعادي يطلع من بره على الامارات. واتاري ان احمد رفعت كان لازم ده، والكلام ده اللي قاله واحد من وزاره الشباب والرياضه، كان احمد رفعت لازم يرجع لمصر يخلص بعض الاجراءات عشان يسافر الامارات. ثلاثة، اما قال ان احنا كفيوتشر خلصنا جميع الاجراءات اللي تخصنا والموضوع كده بقى يرجع لوزاره الشباب والرياضه. فاضطر استاذ ابراهيم فايق ان هو يرجع ويكلم حد من وزاره الشباب والرياضه، والحد ده اتهم ان الاداره هي اللي غلطانه، بل كمان اللاعب غلطان مع الاداره. عروستي يعني انا مش عارف مين اللي غلطان، ده بيقول ان ده غلطان وده بيقول لا هو اللي غلطان. أربعة، وده اللي بشوفه هو السبب الرئيسي في الكارثه اللي وصلنا لها الموضوع الله يرحمه احمد رفعت، وهو الجواب اللي طلع من وزاره الشباب والرياضه. كابتن احمد دياب قال ان انا بمعنى يعني ان انا اخليت مسؤوليتي بالجوابين اللي طلعتهم من وزاره الشباب والرياضه. الجواب الاول اللي انا قلت لك فيه ان هو من حقه ان هو يسافر مع فيوتشر، والجواب الثاني اللي هو من حقه يسافر الامارات ويحترف في الامارات ومفيش اي مشكله في كده. واما جينا بقى نقرا الجواب اللي المفروض احمد رفعت يطلع بيه الامارات، اكتشفنا ان هي معايشه لمده 3 شهور. انت متخيل واحد عنده 30 سنه بيطلع 3 شهور فتره
فتره معايشه، ده بحيث يعني ان لاعب كره القدم ده بيكمل لعب اللعبه دي لمده 50 سنه. وارجع تاني لسياده النائب اللي اخلى مسؤوليته بالجوابين اللي جابهم من وزاره الشباب والرياضه. طب حضرتك يا سعاده النائب او اي حد من اداره فيوتشر، مفيش حد قرا الجواب اللي جاي من وزاره الشباب والرياضه ده؟ لا يعني انا عايزك تقنعني كده، مفيش حد من الاداره، اداري الفريق، اي حد اللي استلم الجواب ده، مفيش حد قرا الصيغه بتاعت الجواب ده ان اللاعب طالع لفتره معايشه 3 شهور؟ فبالتالي الثلاث شهور بتوع اللاعب اما خلصوا في الامارات كان اللاعب ده لازم يرجع مصر وهو ما يعرفش القصه دي كلها. وتقول لي انت بقى ان الموضوع ملوش علاقه باشخاص، ده اللاعب توفى بعد 6 او 7 شهور من الحادثه دي. هقول لك لا، ما انت اللي كسرت اللاعب نفسيا، انت اللي دمرت اللاعب بوعودك ليه وخليت بيه في الاخر لمجرد بس فلوس زياده هتخش حسابك. وسبحان الله في نفس التوقيت بتاع حلقه كابتن ابراهيم فايق واستاذ نادر شوقي، الحلقه اللي كسرت قلوبنا كلنا، في نفس الوقت بقى ده كان النائب لرئيس نادي فيوتشر اللي هو الاعلامي في قناه تانية كان بيتهم ان احمد رفعت متوفي بسبب المنشطات عشان يخلي مسؤوليته او مفيش حد يفتح بقه معاه. احنا يا جماعه وصلنا لمرحله من الجحود ده، ان اللاعب ده او الانسان دلوقتي ما بين ايدين ربنا. يعني المفروض يعني اللي اعرفه ان لا تجوز على الميت الا الرحمه، ما تجيش تفتكر له حاجات وحشه هو عملها. ده مع احترامي ليك، ده لو هو عملها اصلا يعني، وما يكونش ده تصفيه حسابات عشان انت ما يجيش سيرتك في حاجه. ويطلع واحد تاني، وخد بالكوا بس هو تلميذ الاعلامي اللي انا كنت لسه بتكلم عليه، يقول لك او يجيب لك ورقه يعني ان والد احمد رفعت ده متوفي برضه بنفس الازمه القلبيه دي وهو عنده 40 سنه، فممكن يكون ده مرض وراثي. ده انت الكلام اللي بتقوله ده يدينك ان لاعب اصلا او انسان مع عمره ممكن ما يكونش عاش مع والده كتير يعني، وحب ان هو بقى يحقق حلمه ويشتغل على حلمه عشان يسعد اهله ويسعد والدته، وفي الاخر انت تكسره بالشكل ده. الكلام ده انا بقوله بناء عن ان اللاعب ما ماتش بمرض وراثي من والده، لا اللاعب كلنا عارفين اسباب وفاته هي ايه. ويطلع امبارح احد المسؤولين في نادي فيوتشر ويقول لك انا كنت عايز اتواصل مع كابتن ابراهيم فايق في الحلقه، ولكن هو فريق الاعداد يعني اللي مرضاش يخليني اتواصل معاه. وهي الفكره ان في بدايه حلقه احمد رفعت اللي هي بتاعت استاذ ابراهيم فايق، كابتن ابراهيم فايق قال فيها ان انا بفتح الهوا للكل، ولاي حد هيتقال اسمه في الحلقه دي انا بطلبه ان هو يكلمني وانا هرد عليه فورا. وطبعا كلام المسؤول كان غير كده تماما، زي ما قلت لك حب يتواصل وحصلت خناقه كبيره جدا عشان يتواصل مع في البرنامج ده يعني، وهو اللي ما خلوش يتواصل. لغايه بقى اما بنلاقي 2 من فريق الاعداد بتوع برنامج كابتن ابراهيم فايق بيتهموه بالكذب، وان احنا حاولنا نبعت لك رساله ونتواصل معاك وانت اللي تجاهلت الموقف. اخيرا بطلب منك وده رجاء ان انت تقرا الفاتحه لاحمد رفعت وتدعي له بالرحمه. شكرا.